يلا بينا نحط السكر على الصابون السائل، والنهارده الخلطة ممتازة جدا. بنعمل طبعا خلطات جميلة جدا وحاجات بتوفر معانا فلوس كتير قد الدنيا. يلا بينا، هاتي شوية سكر، لو عندك سكر قديم شوية ولا حاجة هاتي شوية سكر صغيرين وحطيهم على الصابون السائل. وكمان النهارده هجيب لك كذا طريقة لتفريز البسلة الخطيرة. اوعي يفوتك تخزين البسلة بتبقى جميلة جدا في رمضان. حتى لو غالية شوية مش مشكلة، اللي بتفرز 5 كيلو هتفرز 2 كيلو ولا 3 كيلو. اهم حاجة يكون عندنا حاجة، وادي احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على رزق ربنا وماشيه الدنيا وببركه ربنا سبحانه وتعالى. النهارده طبعا مع شغله وحكايه بنعمل وصفه سهله جدا وبسيطه، وهجيب لك النهارده الطرق كلها اللي بيفرزوا بيها البسله اللي سمعتها على النت واللي انا كمان بحبها. وهقول لك بكل صراحه وصدق ومحبه ايه اكتر حاجه انا بحبها. في شغله وحكايه كمان بنحكي حكايه من الواقع، حكايه من الحقيقه، حكايه اجتماعيه موجوده في بيوت كتيره جدا مننا. النهارده معانا وصفتين حلوين، بس قبل ما ندخل على الحكاية والوصفتين الممتازين النهارده اللي هيوفروا معاكي وقت ومجهود كبير جدا جدا، وتوفري طبعا وقتك بقى ومجهودك لعبادة ربنا، او لان انت كمان تشوفي ولادك عاوزين ايه، تحكي لهم حكايات في حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن نوفر وقتنا ليها. هم اولى عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وولادنا كمان ان احنا نعلمهم اصول ديننا وحاجات كتيرة قوي. طبعا باكلمكم اكنكم اخواتي كلكم طبعا، بس طبعا عشان انا اختكم لازم تدعموني بلايك جميل منكم وشير للفيديو لو عجبك الفيديو، وان شاء الله هيعجبك وتعرفي اخواتك وحبايبك واصحابك وقرايبك على قناتنا الجميله الصغيره دي، وتدعموني كده وتشجعوني بلايكات كتير عشان الفيديو يترفع، وكمان كومنتات كتير تشجيعيه كده، ولو كمان سلبيه انا بتقبل كل الانتقادات او كل الاراء على راسي. ويا ريت تعرفيني كمان بتتابعيني من اي مكان داخل مصر ولا خارج مصر، شرف ليا طبعا ان انت تكوني مشتركه في قناتي الصغيرة المتواضعة دي. يلا بقى كل حاجة مكتوبة قدامك في الفيديو. الوصفتين سهلين جدا جدا، والاتنين هيوفروا علينا فلوس كتير. في الغلا اللي احنا فيه بنحاول ان احنا نجيب وصفات سهلة جدا وسريعة زي ما انا بقولك، نتحدى بيها الكسل اللي زي العسل. طبعا كلنا كسلانين في البرد ده. يلا كده قومي اتنشطي واملي بيتك بالخير على قد ما تقدري، وعلى قد فلوسك وعلى قد لحافك مد رجليك. يلا بينا. طبعا ده مثل مصري، مش عارفة بره مصر بتعترفوا بالامثال دي ولا لا. طبعًا المصريين، طبعًا بما إن أنا من مصر، المصريين كلّهم طبعًا كل شوية أمثال عندنا، فأنا ده يعني إيه المثل الحاضر دلوقتي وأنا باتكلّم معاكم. النهارده المشكلة مشكلة بسيطة جدًا. بنوتة جميلة بتقول: طبعًا أنا سلفة، والسلفة الصغيّرة لسه متجوّزة تقريبًا من أسبوعين، كل ما بتشوفني أكنّها شافت عزرائيل. حاجة غريبة أوي، أنا باستغرب. طبعًا السلفة دي بتقول إن يعني شكل السلفة الجديدة خايفة منّي، بس خايفة منّي ليه ما أعرفش. أنا أحلى منها في الشكل، وطبعًا جسمي أكيد، أنا معايا 3 ولاد، وهي لسه عروسة جديدة. بتقارن نفسها بيّا في كل حاجة، لو بصت لقيتني لابسة لبس كويس والّا حاطة مكياج والّا، باحس إن هي عينيها بتطُق شرار. هو في إيه؟ حاجة غريبة أوي. مش عارفة بصراحة أتصرّف معاها، باقعد أضحك أوي على نفسي. لمّا جوزها يطلب منّي حاجة وأنا أعملها باحس بالغيرة. يعني أنتِ بقى لِك أسبوعين في بيتنا بتعملي العمايل دي كلّها؟ بيني وبينكم مش عارفة أتصرّف معاها إزاي. بجد أنا ملاحظة ومستغربة. لا أنا سِنّي من سِنِّك ولا أنا قدِّك ولا أنا عروسة زيِّك، ده أنا أم ولاد ما شاء الله، معايا 3 ولاد. وجوزي معايا وأنتِ جوزِك معاكِ، بس الحكم كلّه إن أنا وجوزي وجوزها إخوات 2 بس ما فيش غيرهم وبنت واحدة. الفكرة كلّها أعمل إيه؟ يعني أنا مش عايزة يحصل تصادم بين الإخوات. أنا بالنسبة لي مش فارقة، هي مش فارقة بالنسبة لي، لا مأثّرة عليَّ ولا مأثّرة فيّا. القصة كلّها ولا هي أجمل منّي ولا هي أحلى منّي ولا أي حاجة خالص، ولا هي عيلتها أحسن من عيلتي ولا عزالها أحسن من عزالي. الفكرة إن ما فيش وجه مقارنة. ليه بتقارن نفسها بيّا؟ أنا ما أعرفش. لدرجة إن هي ساعة ما بتشوفني على السلم باحس إن هي بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الغريب بقى أنا باقعد أضحك جدًا. الفكرة إن أنا مش عارفة أعمل معاها إيه. أنا نفسي هي تكون في حالها وأنا في حالي. طبعًا الإخوات إن هُم بيقعدوا مع بعض، فبالتالي هي بتنزل مع جوزها عندي، وبالتالي أنا باطلع مع جوزي عندها. بس باحاول أتلاشاها خالص، باحاول إن أنا ما أقدّملهاش أي كلام، لكن بصّاتها غريبة من تحت لتحت. وبصّتها فظيعة جدًا. بيني وبينكم أنا مش عارفة أتصرّف إزاي. حتى ولادي لمّا ييجوا يهزروا معاها باحس إن هي بترُد على الولاد يعني كده من طرف مناخيرها. حاجة غريبة، أنتِ لسه عروسة بقى لِك أسبوعين، إيه الغِل والحقد ده؟ إيه الكراهية اللي في قلبها دي؟ أنا ما أعرفش. بس أنا هاحكي لكم على موقف برضه بما إنكم أخواتي. أنا هاحكي لكم على موقف حصل منّي
لكن بصراحة والله أنا فعلًا ما كنتش أقصد، هو جوزها أو خطيبها اللي هو جوزها دلوقتي كان خطيبها يعني، رايح يجيب السجاد والمفارش والحاجات. بالتالي أنا كنت رايحة أجيب ليّا بضاعة، أنا تاجرة، كنت رايحة أجيب بضاعة من المكان ده، فقال لي ما خدش العروسة يعني معاه خلاصة الكلام، أنا ما كنتش رايحة أنقي لها حاجة ولا أي حاجة، أنا رايحة أجيب بضاعتي لشغلي. فهو قال لي خلاص خديني أنا وحماتي حمات أخته يعني معايا في العربية علشان نروح نجيب من مكان بعيد الشغل اللي حاجته يعني، أنا رايحة أجيب شغلي وهو رايح يجيب عزاله، ستايره، تنجيده، قماش يعني، قماش ستايره، قماش تنجيده، الكلام ده كله، سجاده هو كمان. هو خد فلوس وقال أنا عايز أجيب حاجتي من أماكن رخيصة شوية بحيث إن أنا ظروفي على قدي وأنتم فاهمين الشباب. أنا بالنسبة لي ما كانش فارقة الموضوع بالنسبة لي، أنا كنت عايزة أروح معاه ولا كان في دماغي خالص القصة دي. الفكرة بقى إن أنا رُحت ومن يوميها وهي أنا سمعت من بعيد يعني إن هي زعلانة جدًا إن هي ما نقِّتش حاجتها، وإزاي سلفتي هي اللي تروح تنقّي، يا بنتي أنا ما كنتش رايحة أنقّي لِك حاجة، أنا فهّمت مامتها بطريقة غير مباشرة يا جماعة أنا كنت رايحة أجيب بضاعتي، هُم اللي جُم معايا في العربية وقالوا إحنا نيجي نجيب حاجتنا، أنا بالنسبة لي ما أقدرش أحكُم على أخو جوزي وأقول له هات خطيبتك معاك، أنا مالي، أنا مش القصة خالص، أنا برّه اللعبة. ليه حاطّينّي أنا يعني أنا السبب وإن أنا اللي رُحت محرمتها من فرحتها وأنا. فبالتالي هي لمّا اتجوّزت بقى بُصّوا حاسّاني بقى إن أنا واكلة ورثها، واخدة جوزها، حاجات كده، مش عارفة أتصرّف معاها إزاي، بجد، بجد يا ريت هاكون حد. لمّا كلّمت أختي الكبيرة قالت لي: "ما لكيش دعوة بيها خالص، تجاهليها تمامًا ولا أكنِّك شايفاها." أنا طبعًا باحاول إن أنا أعمل كده، لكن يعني الوضع العائلي زي ما أنتم فاهمين إن أنا باجتمع معاها هي وجوزها وأنا وجوزي، فبالتالي بنسهر مع بعض، بنقعد مع بعض، فالوضع مش هيفضل كده، يا يحصل تصادم بيني وبينها، يا إما يحصل خلاف، يا إما يحصل تصالح، في حاجة لازم تحصل، بس إيه هي أنا مش عارفة، بس أنا مش هاتنازل لحد، أنا مش شخصيتي قوية شوية. أنا باقول هي في حالها وأنا في حالي، بس للأسف مش هينفع نفضل طول العمر هي في حالها وأنا في حالي، لإن الإخوات الاتنين الراجلين متماسكين ببعض جدًا ومتحابين جدًا. يا ريت حد يقول لي في الكومنتات ضروري جدًا، جدًا، يا ريت أتعامل معاها إزاي، أفهّمها إزاي، هي طفلة بالنسبة لي وهي مش في دماغي، أقول لها إزاي، مش عارفة. نرجع بقى لوصفاتنا الممتازة الجميلة دي، لو عندِك شوية صابون سائل صغيّرين جدًا وعايزة تزوّدي الرغوة بقى وتزوّدي الكمية وعندِك عندِك حاجات كتيرة أوي في البيت ما أنتيش عارفة تتصرّفي إزاي، عايزة تغسلي أطباقِك، تغسلي مواعينِك لو عندِك عزومة والّا حاجة وعندِك شوية صابون سائل صغيّرين، تعملي إيه يا ترى؟ يالّا بينا، هاتي شوية سُكّر صغيّرين، معلقة صغيّرة من السُكّر وهاتي شوية صابون سائل صغيّرين، حُطّي عليهم شوية مَيّة صغيّرين يا ريت يكونوا دافيين شوية مش سخنين أوي، ورغي بقى وشوفي كمية التوفير بشوية صابون سائل صغيرين تقدري تغسلي كمية كبيرة جدًا صدقيني من صابون من الأطباق الكوبايات والمعالق والحاجات دي كلها. كوباية مَيّة صغيرة، معلقتين صابون سائل، شوية سكر، وكمان طرق البسلة كلها وريتها لِك قدامِك، تفريز البسلة بطريقة سهلة جدًا، وكمان كتبت لِك أحلى حاجة أو أحلى طريقة، أنا جربت كل الطرق، والطريقة السهلة الجميلة اللي أنا باحبها جدًا، جدًا، يا ريت تكونوا استفدتوا من الوصفات بتاعتي السهلة الجميلة، وتدعموني بلايكات جميل، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة جدًا إن شاء الله، يا ريت تعرفوني بتتابعوني من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر، طبعًا باكون فرحانة جدًا إن أنتم بتكلموني وبتتابعوني، وإلى اللقاء.